أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا أصدقاء فلسطين في الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني. الدرس الأول من هاي الدورة وحسب محاور الدورة راح يكون اليوم، وهو بعنوان غرزة البداية. في الفيديو هذا راح نحكي عن غرزة البداية للمحترفين. راح ناخد قطعة من الخيط ونحطها داخل الإبرة. ما راح نعمل عقدة لأن العقدة بنعملها في طريقة المبتدئين فقط، فبتكون نهاية الخيط حرة بدون عقدة. راح نشرح على الورق بالبداية للتبسيط، وبعدها راح نطبق على القماش. فتحات الغرز الأربعة عندي راح أرسمهم على واحدة من المربعات هان، ورقمهم بواحد اتنين تلاتة أربعة. راح أدخل في الخيط من الأسفل إلى الأعلى في رقم اتنين، وأجي على رقم تلاتة وأدخل فيها، بعدها أطلع من أربعة وأدخل في واحد. راح تكون عندي شكل غرزة النهاية على شكل حرف إكس. كيف راح نطبقها على الإيتامين؟ طبعا بدون عقدة في الخيط. راح ندخل بشكل عشوائي في أي واحدة منهم، لأنه ما عندي نموذج كامل أشتغل عليه ونقطة بداية محددة، فقط شرح غرزة البداية، فبالتالي حشتغل بشكل عشوائي من أي مكان. وهذا المكان اللي دخلت منه راح أعتبره رقم اتنين. من اتنين راح أروح على تلاتة، ولاحظ انه انا ما عقدت الخيط من الخلف، بالتالي راح اتركه ظاهر او ما اشده للاخر، راح اخلي فيه منه جزء في الخلف. راح ادخل في تلاتة، وهيك انا حصلت على اول جزء من الاكس هاد. راح ندخل من أربعة ونروح على واحد. راح ألف الشغل على الظهر. راح نلاحظ انه عنا بداية الخيط حرة وفي عنا حلقة هام. نشد العمل بهذا الشكل. انا حصلت على الغرزة كاملة، لكن الشغل من ورا مش ثابت. كيف بدي اثبته؟ راح ادخل بداية الخيط داخل الحلقة واشد الخيط واسكر عليه. ما في اي عقدة صارت في الخلف، ومن الامام حصلت على الغرزة كاملة. متى بحتاج هاي الطريقة؟ انه ما يكون في عقدة زي ما عملنا في غرزة البداية للمبتدئين، في الأعمال اللي بتكون فيها مساحة تطريز كبيرة زي الأثواب الفلسطينية مطرزة بكميات كبيرة أو بمساحات كبيرة، يكون الكم كامل مطرز أو صدر الفستان كامل مطرز، فوجود عقد في الخلف بيعمل إعاقة في الفينش للفستان، فبالتالي بيضطروا إنهم يلغوا العقدة من الخلف بهاي الطريقة. عشان وجود كميات كبيرة من هاي العقد، غرز بداية غرز بداية، فبتكون مكلفة في تغطيتها في فينش الفساتين والقفطانات والأثواب الفلسطينية، فبالتالي بيضطروا يلغوا هذه العقدة من الخلف ويستخدموا هاي الطريقة. راح نعيدها مرة تانية للتوضيح. راح أفك هاي الغرزة، حتى نكررها. راح ندخل من رقم اتنين من الأسفل أو من الخلف للأمام، وراح أشد الخيط بحيث أخلي جزء حر في الخلف. راح أروح على تلاتة، طبعا هاي الغرزة عشانها المحترفين بتتطلب شوية الصبر ودقة في العمل في بدايتها، لكن بعد هيك بيتعود بصير أمر سهل. خليت جزء حر من الخيط في الخلف، وفي الأمام حصلت على جزء من الإكس اللي هو هذا الجزء. راح أروح أدخل في أربعة
واروح على 1. هيك حصلت على اكس كامل، لكن من الخلف ما زال عندي بداية الخيط والحلقة تحت هاي. راح ادخل بداية الخيط داخل الحلقة بالإبرة طبعا، واسكر الحلقة عليه. شد الخط هيك، سكرت الحلقة عليه وصار ثابت. ومن الأمام حصلت على اكس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكم باقي محاور دورة المجانية التطريز الفلسطيني. في المحور القادم أو في الفيديو القادم رح نشرح الخط العمودي إن شاء الله.